السلام عليكم حبيب اخوك، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ طيب في الفيديو ده قبل ما اقول ايه في الفيديو ده خليني احكي لك حدوته. من 3 سنين كنت في شغلي، كالعاده دايما اي قصه بحكيها ببقى في شغلي. آه كنت مخلص شغل في الواقع، بس كنت لسه قاعد في الشغل، مش قادر اقوم، مش قادر هروح لايه، همشي هروح فين. الايام كلها شبه بعضها، مفيش يوم مختلف. نفسيتي زي الزفت طبعا، مفيش اي تطور لا في شغلي ولا في حياتي. لو حاجة بتتغير فهي بتتغير للأسوأ. بسقط في الكلية، كل حاجة حرفيا متدمرة. شعور دايم بالوحدة. مفيش حد حواليك، ما تعرفش حد، حتى اللي تعرفهم مش قادر تتواصل معاهم، انت مش عارف ايه الحاجز، مش عارف ايه المشكلة. ايا كان مين اللي بتكلمه ما بيساعدكش، يعني تحس ان مفيش اي هدف من ان انت تتكلم مع حد وتحكي له، لان في الاول وفي الاخر هو مش هيفهم. خليني اقول لك يعني اخر الحته دي، اخر الحته بتاعت انك تحكي لحد، ان انا جربت اروح دكتور. هي كانت دكتوره في الواقع، هي حرفيا ما فهمتش اي حاجه. يعني انا في اللحظه دي كنت فاهم عن نفسي كتير جدا الحمد لله، وكنت كل اللي محتاجه ان حد ياكد لي ده. بس كل اللي قالته لي، انت بس عندك شويه ديبريشن وانكزايتي، وخد بس الدواء ده وهتبقى زي الفل. طيب انا مش عايز دواء، انت بس عايز تخلص فتره الامتحانات، خد بس الدواء ده. بس هو بيشتغل بعد 3 اسابيع. طيب ما هو انا هكون خلصت امتحانات، قولي لي اعمل ايه. فيديني. تسمع كتير كلام العب رياضه. طيب وبعدين كنت في الفتره دي بلعب رياضه، والدكتوره سالتني قالت لي ايه اكتر وقت بتحس ان انت مرتاح فيه ومبسوط. فافتكرت وقت كنت راجع فيه من تمرين كوره، لوحدي بنزل بعد الفجر في الضلمه قبل ما الدنيا تنور، بروح لمنطقه كده معينه في النادي بتمرن فيها كوره لوحدي. لحسن الحظ الحمد لله ربنا قدر لي كده ان في 2 كانوا بيروحوا في نفس الوقت، والاتنين دول انا اعرفهم، فبقينا نتمرن مع بعض. فلما كنت بروح كنت بحس ان انا مبسوط، بس كنتش فاهم ايه اللي بيبسطني ساعتها، او ليه انا حاسس ده، او ازاي استعمل ده في حاجه كويسه. يعني هو انا مش كل ما احس ان انا مخنوق اروح اتمرن كوره، ما الدنيا ما بتمشيش كده. فاللي حصل انه الحمد لله ساعتها ربنا قدر لي، اللي هو الموقف اللي من 3 سنين، قدر لي ان طلع قدامي فيديو، وطلع قدامي اشخاص عامه، زي 2 بجد حابب ان انا يعني بجد بجد امتنان تام ليهم. حمزه احمد، تمام، يوتيوبر باكستاني، تشوفه، ممكن تشوفه، انت ممكن تسيرش على اسمه، هيفيدك جدا 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 بجد. واندرو تيت طبعا. تمام، ليه الاتنين دول بالذات؟ ليه؟ لحاجه وحيده قالوها، وقبل ما تتريجر من الاسماء اللي انا قلتها لو انت عندك مشكله مع اندرو تيت، خليني اقول لك الراجل ده علمني ايه. الراجل ده علمني انه ايا كان الشعور السيء اللي انت حاسس بيه في حياتك فهو نتيجه احداث معينه، وطالما انت حسيت بشعور سيء يبقى هتحس بشعور كويس، زي ما انت لو حسيت بشعور كويس بعدها بفتره هتحس بشعور سيء. ليه؟ خليني اقول لك ليه. لو انا جيت ورفعت حاجه كده وسبتها، الحاجه دي هتقع وهتخبط في الارض، صح كده؟ طيب لو انا سبت الحاجه دي في الارض، ما رفعتهاش وما سبتهاش، مش هيحصل حاجه، صح كده؟ طيب لو انا جبت الكوره دي من هنا كده رحت حادفها في الارض، ايه اللي هيحصل؟ هتخبط في الارض وهتطلع لفوق تاني، صح كده؟ فدي مبادئ في الحياه في الفيزياء. تمام. فدي بتطبق بنفس الطريقه على المشاعر، لان في الاول وفي الاخر دي هرمونات، اغلبها هرمونات، اغلب اللي بيحكم مشاعرك هو هرمونات. فازاي بتتحكم في الهرمونات؟ عن طريق ده اللي بيتحكم في الهرمونات. لو انت قدرت تتحكم فيه، لو قدرت تقنعه باللي انت بتفكر فيه،
لو قدرت ان انت تتكلم معاه تتفاهم معاه، انت اوريدي غيرت حياتك، انت غيرت مودك، غيرت. في كوت بحبها جدا، مش عارف اذا كانت ممكن، اكيد في كوت معبره اكتر منها، بس انا بحب الكوت دي، وانها بتقول success is a mindset. ليه بحب الجمله دي؟ لان هي بتوصل لك فكره انه النجاح مش حاجه مجعلصه، او ان انت تبقى مبسوط مش حاجه مجعلصه. انت مجرد ما يبقى عندك افكار معينه في دماغك، ما يبقى عندك امل معين لحاجه هتحصل لك قدام، مجرد ما تبقى متفائل لربع ثانيه، حياتك بتتغير لحظيا لحظيا. خليني ما اطولش عليك. مبدئيا زي ما كنت بقول في الفيديو اللي فات، انا عمر بساعد اخواتي يغيروا حياتهم ويطوروا من نفسهم. في اول لينك في الديسكربشن سيرفر ديسكورد، تقدر تجوين سيرفر الديسكورد، هتلاقيني جوه وهتلاقي ناس شباب زي الورد جوه، تقدر تتناقش معاهم، تتكلم معاهم، تعمل صداقات ناس شبهك. في حاجات كتير قوي جوه ان شاء الله. وفي تاني لينك في الديسكربشن one on one session with me، تمام؟ هتدخل معايا السيشن، بنحل مشاكلك باذن الله باذن الله، من غير ما اكتر في الكلام. اي مشكله ان شاء الله، اي مشكله حرفيا هيبقى ليها حل، من غير ما اكتر عليك. خليني اقول لك تاني I'm your guy. ف كومونسو. الاكتئاب. الاكتئاب في الاغلب هو قله شغل، تمام؟ الموضوع بسيط جدا. ازاي تنهي الاكتئاب؟ اشتغل على ان انت ميبقاش عندك اكتئاب. انا لا اتصور حد ما بيسعاش ان هو يبقى في حياته حاجة كويسة وبيحس انه مبسوط. يعني لا اجد معنى لده غير ان انت حد تاني بيتعب لك، يعني هو وش حد تاني بيتعب لك. لو انت مبسوط من غير ما تتعب، هو حد تاني بيتعب لك، والسعادة دي هتوصل لمرحلة في حياتك وهتقول هو انا هنا ليه، هو انا بعمل ايه، هو انا عايش ليه؟ الا لو انت غارق في ملذات معينة، تمام؟ وبرضه في الاول وفي الاخر بتوصل لحتة انت عملت كل حاجة، انا عايش ليه؟ الدبريشن بيجي من هنا، بيجي من ان انت ما بتتعبش حاجة، ما بتبنيش حاجة، ما بتشوفش حاجة قدامك، ما فيش حاجة هتديك شعور بالرضا اكتر من ان انت تشوف نتيجة تعبك قدامك. دي اكتر حاجة هتديك شعور بالرضا. طيب انا دلوقتي غارق في الاكتئاب، انا غرقان دلوقتي في الاكتئاب، اعمل ايه؟ اغلب الكلام اللي انا قلته دلوقتي ممكن يتشاف ان هو كلام سطحي، او انه طب اعمل ايه دلوقتي، او طيب انا دلوقتي عندي اكتئاب يعني اطلع منه ازاي؟ اعمل دلوقتي، ما هو انا عندي اكتئاب مش عارف اخد اكشنز، وعشان اخد اكشنز محتاج يبقى نفسيتي حلوه. يعني ممكن حد يتخيلها كده، انه عشان اخد اكشنز محتاج يبقى نفسيتي حلوه. طيب وعشان ايه؟ وعشان يبقى نفسيتي حلوه محتاج اخد اكشنز، صح كده؟ هتلاقي الاتنين عكس بعض، هتبقى واقف في حته انت مش عارف طب اعمل ايه دلوقتي. خليني اقول لك ايه الحل. الحل كالاتي: وش هيجي لحظات في حياتك بتوصل لان انت بتبقى مخنوق وقرفان وطهقان ومش طايق نفسك وحاسس ان الدنيا كلها سودة. وش بيجي انت دلوقتي فيه، صح كده؟ طيب ايه الحل؟ وخليك معايا بالله عليك لحد الاخر، بالله عليك خليك معايا لحد الاخر. ايه الحل؟ تمسك موبايلك، تطلع موبايلك، شوف ايه اللي انت بتعمله لما تتخنق. ايه اللي انا بعمله لما اتخنق؟ مش بتكلم عن الحاجات الصح، الحاجات الغلط. ايه اللي انت بتعمله لما تتخنق؟ سواء موبايلك هتلاقي عليه سوشيال ميديا، هتلاقي عليه بورن، هتلاقي عليه جيمز، ببجي وفيفا والهري ده. بالله عليك يعني عندك الكمبيوتر بتاعك هتلاقي عليه جيمز، تتفرج على انمي، الحاجات دي كلها في الاغلب دي الحاجات اللي انت بتعملها وانت مخنوق. لو انت عندك ديبريشن، في الاغلب دي الحاجات اللي انت بتعملها وانت مخنوق.
لو انت عندك 30 40 سنه، في الاغلب لو انت عندك ديبريشن، انت لما بتروح كل يوم بتقعد على الكنبه وبتفتح التلفزيون. هو ده نتيجه الديبريشن، وهو ده اللي هيجيب لك ديبريشن. هي نيجاتيف فيدباك لوب. طيب اكسرها ازاي؟ هتمسك موبايلك، هتروح البيت، هتفتح الكمبيوتر، ايا كان اللي عامل لك المشكله، الغيه تماما لحظيا، من غير ما تتريجر وتقول لي ازاي. خليك معايا لحد الاخر، اسمعني لحد الاخر، وهتفهم انا بقول لك ده ليه. لازم تسهل على نفسك الحاجه الكويسه وتصعب على نفسك الحاجه الوحشه. انا لو لغيت من على الموبايل بتاعي الفيسبوك والانستا واليوتيوب والحاجات دي، يعني اليوتيوب طبعا انضفهم، اسوأهم اي حاجه تبع ميتا، تمام. فيسبوك، انستا، الواتساب معقول شويه وربنا يستر عليه. لو انا مسحت الابلكيشنات دي هروح افتحها برضو، تمام. هروح افتحها برضو من على جوجل مثلا، يعني هفتحها، يعني افتح اشوف المسجات وبتاع. اللي انا كنت بعمله ده عشان دماغي ما تقعدش تسوحني. وان شاء الله هنعمل فيديو لده، يعني هعمل فيديو ان شاء الله لحته الجايد بتاع ازاي تالمينيت السوشيال ميديا من حياتك. بس انا هقول لك دلوقتي تيبس صغيره لحد ما الفيديو ده يتعمل عشان تمشي نفسك بيه. عشان اقضي على الحته دي جماعه، انا لغيت الفيسبوك. اهو لغيت الفيسبوك، ما لغيتش كل حاجه. الغي اقل حاجه انت بتستخدمها لحظيا دلوقتي حالا، وهتكتب في مكان تاني اللي هو اكتر حاجه انت بتستخدمها. انا لغيت كذا، تمام. وده مش ضروري اطلاقا، لان يعني ما فيش حد يقول لك إيه انت عملت لي بلوك على الفيسبوك يا ابني؟ ما انت بتكلمني على الانستا اهو، بتكلمني على الواتساب، انا عامل لك بلوك على الفيسبوك ليه؟ فاهمني؟ فمش مهم، يعني دي مش معضله. اللي كنت بعمل دي اكتيفيت، خلاص بلغي الابلكيشن ده، بعمل دي اكتيفيت، سهله، تمام. مجرد ما انت عملت له دي اكتيفيت، انت مش هيجي في بالك ان حد يبعت لك حاجه هناك. يعني مش هتفضل الموضوع ده بيضايقك وبيسبب لك ان انت فومو بقى او ان انت عايز كل شويه تفتح تبص مين كلمك. هيلغي الحته دي من عندك. ف ولغيت ابلكيشن واحد عندك غيره، الانستا عليه الريلز، عليه الستوريز بتاعت الناس كلها، دلوقتي بقى كله لينكد. يعني انت الستوري بتحطها على الانستا بتظهر على الفيسبوك، بتحطها على الفيسبوك بتظهر على الانستا، وهكذا الواتساب، كلهم بيظهروا مع بعض. فانت ايا كان انت لو لغيت واحد ستيل مش هتنقطع عن العالم. فايه المشكله؟ فاعمل ده. بقى عندك بلاتفورم واحده، هتفتح البلاتفورم دي وهتعمل unfollow لكل حد غير مهم في حياتك. اي حد غير مهم في حياتك، اي حد ما بيعملش حاجه غير انه يشدك لتحت، تمام. هتعمل له انفولو. بلاش دي مش عاجباك، اعمل انفولو للبابليك فيجرز او البروفايلات بتاعه الناس بتاعه البيزنسز، او البروفايلات بتاعه اللي بتعمل كونتنت لاي حاجه ما بتشدكش لقدام، ما بتقدمكش، بل بالعكس ممكن تلاقي بتشدك لورا. ممكن تبقى عامل فولو الاكونتات موديلز، اونلي فانز، تمام. يا ريتهم موديلز، فاهم؟ فاعمل انفولو ده كله. ليه سايبه؟ فاهمني؟ اعمل انفولو ده كله. ده بالنسبه للسوشيال ميديا. بالنسبه للبورن فده موضوع كبير شويه، بس حله ان شاء الله في النقطه الثانيه، تمام. فستيك وذ مي كده للنقطه الثانيه اللي هي بعد الدبريشن، وباذن الله همنشن الحته دي باذن الله. طيب تالت حاجه وهي الجيمنج والانمي، تمام. الاثنين هو مواجهان لعمله واحده، الا وهي انه انت عندك لاك، تمام. عندك نقص في الاكشن في حياتك. يعني انت لو نزلت كل يوم، بقول لك ايه على الدغري، مفيش حد جرب يدخل مثلا في بيزنس او يخش في منافسه عامه، يلعب رياضه معينه، وهتلاقيه بيبص للجيمنج ويستطعمه. لو ده حصل او عنده مشكله في دماغه، هو انسان كسلي مثلا مش قادر يبذل مجهود. بس انت لو فكرت فيها، الاتنين نفس الكونسبت.
بتعمل حاجه بتليفل اب وليها قوانين ثابته. يعني انت تخيل لعبه زي فورتنايت مثلا، 100 بيعملوا نفس الحاجه، بينزلوا الاجمد، الاجمد وفي نفس الوقت عارف ياخد قرارات صح. تمام. يعني ممكن يبقى واحد مش لعيب بس بياخد قرارات صح. بيعمل ايه؟ انا ما بعرفش اضرب نار، هعمل ايه؟ هلوت. بس خلاص هفضل الوت لحد ما الجيم يخلص، زي ما الناس بتعمل، وشغل سلاحف ولا سحالي ولا بتاع، ويقعد يستخبى. تمام. ده في بابجي، ده مش فورتنايت، ايا كان الاتنين نفس المبدأ. لحد ما الجيم يخلص يتبقى اتنين، يطلع تك تك. ده مبدأ حلو جدا لو انت عملته في حياتك هتنجح على فكرة. يعني مش تخسر، انت قتلت الاتنين اللي شغالين قتل في الناس كلها، فانت كسبت برضه. تمام. بس انت لعبتها بطريقة مختلفة. طيب ليه ما تعملش ده في الحياة؟ ليه ما تطلعش بره الشاشة دي وتعمله؟ بالله عليك حياتك مش هتتحسن؟ لو انت معاك دلوقتي $1,000,000 حياتك مش هتفرق؟ وش هتفرق؟ ما تقوليش مش هتفرق، هتفرق. لو مش هتفرق معاك هاتهم لي يا عم، هاتهم لي انا، هتفرق معايا. وش هتفرق، وش هتفرق، ما تقوليش مش هتفرق. والفلوس ما بتشتريش كل حاجة والهري ده، سيبك من اللي بيقول لك كده. سيبك من اللي بيقول لك كده. اللي بيقول لك كده هو عايش طول حياته معهوش فلوس، ما جربش يبقى معاه فلوس. روح لحد معاه فلوس واتكلم معاه، هيقول لك ان في الحياه 100 مشكله 99 منهم بيحلوهم الفلوس. بص العالم دلوقتي هو العالم طول عمره من يوم ما الدنيا اتخلقت في فريقين. اللي مكسب الفريق القذر دلوقتي الفلوس، هي الفلوس. فما تقوليش كل المشاكل اللي في حياتك دي سببها الفلوس. اغلب المشاكل اللي في حياتك سببها الفلوس. البنت اللي سابتك في الاغلب سابتك عشان الفلوس. ولو ما سابتكش عشان الفلوس بشكل مباشر، سابتك عشان انت مش الشخص اللي يجيله الفلوس في الاول وفي الاخر. ازاي؟ عندك مشاكل معينة ومش عايز تحلها. انت لو رحت اشتغلت عشان تجيب فلوس، عندك المشاكل دي مش هتجيب فلوس برضه. لو انت ما عندكش تفاهم مثلا عمرك ما هتجيب فلوس. لو انت بتقدرش تقنع اللي قدامك بوجهة نظرك مش هتجيب فلوس. فلو انت ناجح في علاقاتك هتلاقي نفسك معاك فلوس برضه. فهي هتعلمك كتير. لو هي مش الهدف في حد ذاته، وهي مش الهدف في حد ذاته، هتعلمك كتير. فليه تعمل ده في نفسك؟ كفايه كده على الدبريشن. تمام. نروح للي بعدها. في كلام اكتر من كده بكتير بس مش عايز اطول عليك، خلي لها فيديو لوحدها. تمام. طيب بعد كده عايز اتكلم عن نقطه، هي دي اللي انا قلت لك عليها في البوينت اللي فاتت بتاعت حاجه مثلا زي البورن. هتكويت البورن ازاي؟ البورن بيجي منين؟ البورن بيجي من شعورك بالوحده، او شعورك ان انت مش كفايه، او شعورك ان انت ما تستاهلش. ليه هقول لك ليه. لو انت بتتفرج على واحد، الواحد ده بيعمل حاجه وانت ما بتعملهاش، طيب انت ليه ما بتعملهاش؟ ما فكرتش في ده؟ يعني هو انت ايه الغايه بتاعتك؟ ان انت تتفرج؟ يعني هو ده هدفك الاساسي ان انت تتفرج؟ لا طبعا. طيب انا ليه ما بعملش ده؟ ليه انا مش عارف اوصل لده؟ فانا استسهلت وبقيت اتفرج على ده، وبقيت عايش في ده طول عمري. يعني انا خلاص انا راضي بده. طيب هل انت ما تستحقش ما هو افضل من ده؟ ما تستحقش ان انت تبقى بتحب واحده وهي بتحبك؟ هل انت ما تستحقش ده؟ خليك صريح مع نفسك واقعد اتكلم مع نفسك. لو انا ما استحقش ده، طيب ليه؟ ولو انا استحق ده، ليه ما باخدوش؟
هتلاقي الحلول كلها بتظهر قدامك. خلينا نتكلم عن الوحده بشكل تفصيلي اكتر. اولا في الأول وفي الاخر الوحده، شعور الوحده، مش عايز اتكلم عن البورن دلوقتي، شعور الوحده نفسه اولا واخرا عندك ربنا. تمام، مهما ضاقت الدنيا عندك ربنا. لان انا مش هقول لك اصحابك واهلك والبيت ومش عارف ايه وكذا 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 وكذا، لان دي حاجات كلها كونديشنال. يعني ممكن تبقى موجوده في يوم، ممكن تبقى مش موجوده في يوم تاني، فمش هينفع نعتمد عليها. فاللي يعتمد عليه ربنا اولا واخرا. لازم يبقى ربنا املك الاول والاخير، ملكش غيره. تمام، فلازم تعرف عن ربنا اكتر. بعد كده انت ليك على فكره اصحاب. ولو مالكش اصحاب، لو مالكش اصحاب ليك ناس مهتمه لامرك، ليك ناس بتبصلك من بعيد وحابينك. لو انت مش مقتنع بده فوالله انت عندك مشكله. لان في ناس كتير، لو انت مفيش حد في الحياه كده، مفيش ناس بتبص له من بعيد وتقول والله انا شايف ان احنا نبقى اصحاب. مهما كنت انت فاشل، مهما كنت انت شكلك وحش، فاهم قصدي؟ ايا كان العذر اللي عندك او السبب اللي عندك اللي بيخليك تقول ان الناس ما بتحبكش مثلا، وش هتلاقي حد عنده حاجات شبهك او حتى عقليته زيك. يعني ممكن تلاقي حد شايف ان محدش بيحبه هو كمان، تقعدوا مع بعض انتوا الاثنين تقولوا محدش بيحبنا. هتلاقي هتلاقي ده، وهتلاقيه في المحيط بتاعك على فكرة، مش بعيد. انا ما شفتش حد من اللي احنا من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا معاهم، ما شفتش حد من الناس دي كلها لحد دلوقتي لوحده. كل واحد لقاله شلة، لان كل واحد فيه ناس شبهه. انت مش مميز، خليك عارف ان انت مش مميز، في ناس كتير شبهك. فانت ما ينفعش ما يبقاش ليك اصحاب. يعني ده مش اوبشن. طيب ايه الحقيقي، ايه الحقيقه بتاعت ده؟ طيب ليه انا حاسس بالوحده لما انا في حواليا ناس وهكذا وهكذا؟ ان انت في الاغلب انت مش عايز صحاب، انت عايز واحده. يعني يعني هي دي، انت في الاغلب بتبقى عايز واحده. او زي ما قلنا اولا واخيرا ربنا. ممكن يبقى عندك فراغ بسبب ان انت مفيش ربنا. ليه؟ لان انت في كل فتره في حياتك لازم توصل لمرحله ان انت مفيش حد خالص. مفيش اي مفيش حد، انت لوحدك. لو انت بقى مفيش ربنا هتفضل لوحدك، وهتفضل حاسس ان انت لوحدك. حتى لو رجعت للناس دي تاني هتبقى دايما خايف ان هم يسيبوك، هتبقى دايما خايف انه، لان مفيش ربنا. فلازم يبقى في ربنا. كده كده زي ما قلت اولا واخيرا لازم يبقى في ربنا. في الاغلب انت بتبقى محتاج واحده. ليه؟ لان النوع العلاقه اللي بيبقى مع واحده مش هيبقى زي مع اي واحد من اصحابك. صدقني في فترات كنت ببقى مع حد وبحبه وبيحبني بس حاسس بالوحده جدا. ليه؟ لانها في الاول وفي الاخر اولا واخيرا ربنا. ثانيا دي نص علاقه. يعني انتوا مش متجوزين، فاهم حاجه؟ فدي نص علاقه. في حاجات لازم يبقى فيه، يعني لازم تبقى كامله. ما ينفعش تاخد نصها. لو خدت نصها انت بتأذي نفسك. ما تاخدهاش احسن، بجد ما تاخدهاش احسن. ما تمشيش تبص على بنات في الشارع، تمام، وبعدين تروح وتتوقع ان انت تبقى كويس. لا، انت هتتأذي. انا ليه ما عنديش من دول في البيت؟ وش عندك المشكله دي، فاهم قصدي؟ وش هيبقى عندك المشكله دي. فما تاخدش ربع الحاجه، نص الحاجه، 1% من الحاجه وتتوقع ان الدنيا هتبقى عادي. لا، ده بيأذيك. ما تعملش ده في نفسك. طيب ايه الحل برضه يعني؟ ايه الحل؟ طيب انا دلوقتي معيش واحده وانا حاسس بالوحده. ايه الحل؟ الحل كالآتي. نفس الجمله اللي قلت لك في الاول: success is a mindset. دي هتنفعك ازاي في حته الوحده؟ يعني غريبه طبعا. مجرد ما انت تبدا تسعى ان انت تبقى الشخص اللي يستحق يكون في علاقه. اولا
العلاقات بتبدأ تقرب منك، دي اول نقطة. ثانيا ان انت بيكون عندك شعور من الرضا الداخلي، وعندك امل ان انت في يوم من الايام هيبقى عندك ده، فمش هيعمل لك مشكلة. هتبقى عايش وانت راضي عن الوضع الحالي، وواثق ان في يوم من الايام انت هتوصل لده. هيبقى عندك عيلتك، وهيبقى عندك عيالك، وهيبقى معاك فلوس، تبقى عايش عيشة كويسة. تمام. طيب خلينا ننتقل من هنا على الهوب، على نقطة الأمل. طيب الأمل ده، فكرة إن أنت يبقى عندك أمل، ده مش سحر. تمام. مش ماجيك، مش حاجة بتعملها وأنت في مكانك. يعني مش بتصحى الصبح تقول أنا عندي أمل فبقى عندك أمل، أو بتقعد مع نفسك كده شوية يا رب أمل يا رب أمل. ما بتجيش كده. طيب بتيجي إزاي؟ أول حاجة، أو كل حاجة، تمام، السياق العام اللي بيجي فيه الأمل هو إن أنت بتشتغل على حاجة. لو انت ما بتشتغلش على حاجه، الامل اللي هيجي لك لحظي او مؤقت. يعني انت ماشي جه دلوقتي، قعدت كده، غمضت عينيك وقعدت تفكر في حاجه انت نفسك فيها جدا، هيبقى عندك امل. تمام. يعني موجود، بس لحظي او مؤقت، هيقعد معاك شويه وهيمشي. طيب ازاي احافظ عليه لاطول فتره ممكنه؟ ازاي ما اخسروش؟ كالاتي: مجرد ما يجيلك الموتيفيشن لحاجه قوم واعملها. تمام. اكشنبل ستيب اهي. قوم دلوقتي، قوم دلوقتي والعب 10 ضغط. قوم دلوقتي كده، وقف الفيديو والعب 10 ضغط وارجع تاني، او العب 10 ضغط وانت سامعني دلوقتي. طيب بالله عليك ما بقتش احسن؟ لو ما بقتش احسن فكر معايا، عشان انت بقيت احسن، فكر شويه كمان. طيب انا دلوقتي لما قمت ولعبت ال10 ضغط دول، انا حياتي اتحسنت ولا لا؟ تعال نفكر فيه. لو انت مشكلتك الاساسيه ان انت معكش فلوس، هتشوف ان دي ما حسنتش حياتك. لو انت مشكلتك الاساسيه انك وحيد، فدي ما حسنتش حياتك. طيب تعال نشوف حاجه تانية. لو انا دلوقتي مشكلتي الاساسيه ان انا وحيد، لو انا دلوقتي قمت ونزلت من بيتي حالا ومشيت في الشارع، اتمشيت في الشارع، هل ده مش هيفرق معاك؟ ما تقوليش مش هيفرق معايا، هيفرق معاك. طيب زود عليه سنه، كلم واحد صاحبك على الموبايل، اتصل بيه واسمع صوته. ده مش هيفرق معاك؟ بلاش ده. اهلك في الصاله، لو انت الحمد لله ربنا مانن عليك واهلك لسه عايشين، اطلع اقعد معاهم. ده مش هيفرق معاك؟ والله كل الحاجات دي بتفرق. هتقول لي بيأذوني وبيعملوا وبينيلوا، ما تكلمنيش عن ده. تمام، ما تكلمنيش عن ده. لاقي لنفسك الحاجه اللي هتخليك تطلع من النيجاتيف فيدباك لوب دي. تمام. انا من من خلقتي من البيت، لو انت عندك ده، بقعد في كافيه ولوحدي. خلاص، بنزل بقعد في كافيه ولوحدي، مجرد انت شايف ناس حواليك وشامم هوا، حاسس ان الدنيا مفتوحه، ده بيغير في نفسيتك تلقائي. انا قعدت مع نفسي في حياتي مثلا 10 اضعاف ما قعدت مع ناس. مش بكلم معاك ان انا قعدت مع نفسي دي يعني قاعد في البيت، بره البيت، اقعد في كافيه، اقعد في الشغل ومعايا ناس في الشغل، باخد جنب لوحدي واقعد لوحدي. انا بقعد لوحدي 10 اضعاف ما بقعد مع الناس. ده كده كده. وحته بقى خارج دي نقطه تانية خالص، ان انا انزل كده. انا يا اخي انا بحب اعمل حاجه معينه محدش غيري بيحب يعملها دلوقتي. مفيش حد في النطاق بتاعي دلوقتي بيحب يعملها، ولو حد دلوقتي غيري بيحب يعملها ممكن يكون مش قادر يعملها. اعمل ايه؟ اقعد اعيط؟ قوم واعملها لوحدك. في نقطه حلوه جدا، انه انت اللي بتاتراكت الناس. انت اللي بتاتراكت الناس بطريقه حياتك. لو انت مش عايش زي ما انت عايز تعيش، وزي ما انت حابب يبقى في حياتك ناس عايشه، لو انت مش في الحته دي، الناس دي مش هتعرف ان انت ده. دايما بيقول لك ان في مشكله كده في حته ان انت لما دايما الناس الناجحه بتقول لك الحته دي. في مرحله بتبقى انت فيها في مستنقع،
تمام. كل الناس اللي حواليك مفيش اي حد شبهك خالص. طيب الناس اللي شبهك فين؟ الناس اللي شبهك مثلا ممكن يكونوا هنا او ممكن يكونوا هنا. تمام. في مسافه في النص. المسافه اللي في النص دي، تمام، في الاغلب هتبقى وحيد فيها، في الاغلب. لانه حتى لو حد تاني خدها او حد تاني بياخدها، احتماليه انه ياخدها معاك في نفس الوقت صعبه شويه. لو انت لقيت حد يشاركك في الرحله دي، يبقى انت يعني ربنا كرمك، انت محظوظ. لو لقيت حد يشدك وانت في الطريق ده، فانت محظوظ. خليني ما اطولش في النقطه دي. المهم ان انت ضروري جدا تعمل الحاجات اللي انت بتحبها وتشتغل على نفسك والحاجات دي كلها عشان تحس بتغيير في حياتك، عشان يبقى عندك امل. تمام. عشان تبقى متوقع ان انت طيب انا دلوقتي انا بحب الخروج وما بخرجش ونفسي اخرج وما فيش حد حواليا ونفسي يبقى عندي صحاب، نفسي كلها نفسي. طيب هنخلينا في نفسي. طب ما ناخد ستيبس، هتلاقي الدنيا بقت اجمل. تمام. نفسي ابقى في شغلانه حلوه. طيب هل انت مقدم على شغلانه؟ خد اكشن، اعمل حاجه تخليك تصحى تاني يوم مستني في حاجه جديده هتحصل تاني يوم. طول ما انت ما بتعملش حاجه النهارده ليها اثر بكره. لو انا ما بتعلمش حاجه النهارده هتخليني لما اصحى بكره اتعلم حاجه اعلى. عمري ما هحس بتغيير في حياتي، ده طبيعي جدا. طيب زي ما قلت خليني ما اطولش في النقطه دي. بعد كده هو نفس النقطه، هتتعلم مهاره. انا مش عايز اقعد ارغي واكتر في نفس الموضوع. اتعلم مهاره، اتعلم لك حاجه، شوف لك حاجه تعلمها ايا كانت. مش هتعرف انت عايز تتعلم ايه غير لما تبدا تتعلم. لو انت عمرك ما بدات تتعلم مش هتبقى عارف، ولو انت اوريدي بدات تتعلم ومعرفتش، اقعد مع نفسك هتلاقي نفسك انت عارف انت عايز تتعلم ايه، وعارف ان انت بتحب ايه، وعارف انت شاطر في ايه، عارف انت عملت ايه قبل كده وحد شكر فيه وقال لك جامد. استمر، بص عليه واعمل زيه. لو انت مش جاهز دلوقتي تعمل منه حاجه كويسه، يبقى كمل تتعلم. لو انت مش جاهز لشغل، كمل تتعلم، اعمل شغل من غير فلوس، وهكذا. اشتغل على نفسك، ما تريحش. طول ما انت مريح لا يبقى عندك امل ولا تبقى حاسس ان انت مبسوط، يبقى عندك ديبريشن، يبقى عندك كل حاجه، يبقى عندك كل حاجه سيئه. افضل اشتغل على نفسك. لازم تعرف طبعا عن ربنا، لازم، ده اساسي، لازم تعرف عن ربنا. ليه لازم تعرف عن ربنا؟ في حاجات في الحياه ما بيصلحهاش غير ربنا. في اماكن بتوصل لها في الحياه، حتت كده، تمام، بسميها دايما اوضه الضلمه. الاوضه الضلمه، تمام. مجرد ما تنسحب للاوضه الضلمه وتقول كده انا بروح هناك. انا كنت بقول كده، جماعه انا بروح هناك. محدش حتى انت، محدش نهائي بيلحقك، محدش نهائي بينقذك في بعض المواقف. ملهاش حل خلاص. انت بتشوف ملهاش حل خلاص، مهما عملت انت اصلا متدغدغ، انت مش قادر تقوم. مهما عملت انت مش قادر تعمل اصلا. انت وصلت لحته انت مش عارف تسكت دماغك، بتموت. بص، كل حاجه بتاخرها. طيب مين هيطلعك من ده؟ ربنا. اللي طلع سيدنا يونس من بطن الحوت، اللي طلع سيدنا ابراهيم من وسط النار. مش فاكر حاجه تانية. يعني ممكن اقول لك اللي نجى سيدنا نوح من الطوفان، بس دي عادي يعني. ما كان راكب سفينه. يعني هي صعبه وكل حاجه، بس مش زي الاتنين التانيين. تمام قصدي. فاللي عمل ده مع الاتنين دول، مهما مين عمل ما كانش هيطلعهم، ما كانش هينقذهم. هو سيدنا يونس كان مين هيعرف ان جوه بطن الحوت؟ يا اخي ده لو معاه موبايل واتصل مفيش شبكه. مين هيعرف؟ مين هيطلعه؟ في مواقف خلاص. اللي نجى سيدنا موسى وهو قدامه البحر ووراه فرعون والجيش بتاعه، مين كان هيعمل له ده؟ مين؟ اتكلم مع نفسك كده وقول مين كان هيعمل له ده. مفيش حد كان هيعمل له ده غير ربنا. لازم تعرف عن ربنا.
ولازم تعرف عن سيدنا محمد. ليه لازم تعرف عن سيدنا محمد؟ في مواقف لازم تقوم فيها نفسك. اكتر حد هيلهمك في ده هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ليه؟ سيدنا محمد، تخيل لما انت تبقى موت لك رسالة من ربنا، رسالة من ربنا، والناس بتقول عليك مجنون. يعني انا دلوقتي ممكن ابقى اقول كلام ممكن يبقى غير منطقي. لو انت قلت عليا مجنون، في الاول في الاخر ده قرار بتاعي. ممكن اكون ما درستوش كويس، ممكن اكون ما عملتوش، ما طبقتوش كويس، ممكن يكون انت مش متوافق معايا. ما بالك لما اكون انا متاكد مليون في الميه من اللي انا بقوله، وكلام منطقي جدا وكلام واقعي جدا. ويا جدعان طب انتوا عندكم حل غير ده؟ ما عندكوش حل غير ده، والناس لسه بتقول عليك مجنون. ما حدش مقتنع باللي انت بتقوله. في وحده اكتر من كده. اهلك بيأذوك، وحتى اللي ما اذاكش منهم ما اسلمش. واخد بالك؟ يعني حتى اللي ما اذاكش منهم ودافع عنك، هو بيدافع عنك عشان ايا كان، مثلا دي مثلا عادات وتقاليد، او عشان بس ابني محدش يشتمه، انما انا اعمل واسوي مثلا. ده اللي ساعدك لما يبقى، تخيل لما يبقى ده اللي ساعدك. اه طبيعي طبعا في ناس امنت بسيدنا محمد، بس كان المفروض كام واحد يؤمن بيه؟ وقعدوا كام واحد والكام سنه؟ فكر في الحاجات دي كلها. قصه الطائف، لما ناس عملت له صفين ويحدفوه بالطوب. تخيل انت واحد راجل عندك، الصراحه مش عارف كان كام سنه ساعتها سيدنا محمد، بس اتوقع مثلا يعني فوق هو كده كده فوق ال 40، تمام. بس فوق ال 40 بحوالي مثلا كام سنه؟ هي طبعا هتفرق في الدعوه، قعدت سريه كام سنه بعدين من بعده. المهم انه قول مثلا عنده 52 سنه. فتخيل انت عندك 52 سنه وعيل لا مؤاخذه بشخه يحدفك بالطوب، هو مش فاهم حاجه اصلا. طب انت بتحدف بالطوب ليه يا اخي؟ طب حتى انت يعني تحس انه ليه؟ يعني انت مش ما كنتش مضطر تاخد موقف. انت مش محتاج تاخد موقف. ليه؟ ولما تاخد موقف سلبي، ما تاخدش موقف. فاللي عدى من ده كله، مجرد انك تعرف عنه، مجرد انك تعرف عن شخصيته، مجرد انك تعرف عن قد ايه كان قوي، قد ايه كان ممكن يأذي الناس دي وما اذاهمش، قد ايه ضحى عشانك وهو ما يعرفكش. هتشوف ان في حاجات يتعاش لها. انت هتشوف ان في حاجات يتعاش لها، في سبب اعيش له. يعني انا بعيش وبتعب دلوقتي وبتأذي عشان واحد لسه جاي كمان 1400 سنة. ساعتها هتعرف ان في حاجات يتعاش لها، انه اللي انت بتعمله دلوقتي ليه اثر قدام. ان انت ما تشتغلش وتروح تنام وخلاص وهي الحياة كده. لا، الحياة مش كده. الحياة فيها حاجات حلوة، فيها حاجات هيتعاش لها، وفي مرحلة هنوصل لها هنلم فيها نتيجة اللي احنا بنتعب له. ف بس يعني ده بالنسبة لحتة الهوب. مش عايز اكتر اكتر من كده برضه. فزي ما كنت بتكلم عن نقطة الاكشن، لازم تاخد اكشن مهمة جدا لازم تاخدها، وهي ان انت stand for yourself. يعني انت stand for yourself يعني ليها جانبين الصراحة. ليها جانب الاول ان انت لما حد يأذيك بكلمة، حد يأذيك بموقف، حد يقول لك انا مش مؤمن باللي انت بتعمله، اللي انت بتعمله ده اي كلام، اتعلم ترد. اتعلم محدش يجي عليك وتسكت. ليه بتسكت؟ رد. ما تعرفش ترد؟ رد. عندك لسان، ربنا اداك لسان، رد. لو انت ما بتردش يبقى انت مش مقتنع باللي انت بتعمله. هتقول لي انا مقتنع باللي انا بعمله.
ما بتردش ليه؟ ما يستاهلش الرد؟ طيب الشخص ما يستاهلش الرد ده، هل يستاهل ان انت تسيبه يقول كلمة عليك الكلمة دي تأذيك؟ لو هي مش أذياك وانت مش مجبر على التعامل معاه، خلاص بنقصه في 60,000 داهية. طيب لو هو ما يستاهلش انه يتكلم وهو في مكان يخليه يتكلم، مديرك في الشغل، حد من اهلك، حد من قرايبك، من غير قلة ادب اتعلم ترد، اتعلم ترد صح. حد بيقول لك انت فاهم حاجة، ما تقولوش ده انتوا جيل وتعمل كده. لا، عادي، انت فاهم حاجة بيتكلم عن ايه مثلا؟ حاجة انا بتعلمها دلوقتي وهو شايف انها مش منطقية مثلا، وانا شايف ان خلاص مش شايف، انا متاكد مليون في الميه ان اللي انا بعمله ده صح، لان ممكن يكون كلامه صح على فكره. يعني ده في الاول وفي الاخر واحد اكبر منك، فممكن يبقى كلامه صح، ممكن يبقى كلامه صح. تمام، رد قول له على فكره كذا ده ليه كذا وكذا 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 دلوقتي، ماشي ما جاتش مع سكه، يا عم هتشوف حبيبي، ابقى اطلعك حج لما ربنا يفتحها عليا. بس مجرد ما الناس تشوف انت بتتكلم ازاي وانت واثق ازاي من اللي انت بتعمله، وان انت مش بتعمل وخلاص، هتلاقي طريقتهم بتتغير معاك، هتلاقي الناس بقت خلاص لا، عمر عارف هو بيعمل ايه. حتى لو ده ما حصلش، بس انت عارف انت بتعمل ايه، ما سبتش حد يقول لك كلمه، لان في الاول وفي الاخر انت نفسك بتحاسبك كل يوم، هتقول لك انت ليه سبت يقول عليا كده؟ اعتبرها مراتك يا اخي، فاهم؟ ما تسيبش حد يقول عليا كلمه وحشه قدامك. استنى، رجلي اتحشرت. اخ. بس طيب، احنا اتفقنا ان انت هتتعلم حاجه، تمام، وان انت تحاول ان انت تطور من نفسك. خليك دايما updated بالسوق واحتياجاته. ليه؟ انت ممكن تبقى على فكرة مستواك كويس جدا في حاجة، يكون انت مؤهل ان انت تشتغل شغلانة معينة حلوة جدا، هتغير لك حياتك، هتفرق معاك جدا، بس انت مش مدرك ده، مش مقدر قيمة نفسك. ليه؟ لان انت ما بتشوفش اللي حواليك اللي شغالين، ما بتشوفش الطلبات بتاعت الشغل. الناس دايما بتفكر انه عشان يشتغل لازم يبقى واو. لا، انت مجرد ما بتبدأ تتعلم، مجرد ما بتبدأ تتعلم انت مؤهل لشغل. عمرك ما شفت حد بيعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها والحاجة اللي انت بتعرف تعملها يعملها وحش منك وبياخد عليها فلوس؟ وش شفت؟ ايا كانت الحاجة، لغة، شغل جسدي، بيرص يا عم حاجات، قلت بيرصها كده ليه ده؟ هل انت بتعرفش تعملها احسن منه؟ بتعرف تعملها احسن منه. طيب ايه اللي بيخليه هو بيعملها وانت ما بتعملهاش؟ انت بتعمل حاجة تانية، جود فور يو، خلاص يبقى النقطة دي مش ليك. بس لازم هتخليك برضه ابديتد بالسوق عشان توصل لتطور في يوم من الايام، عشان توصل لمرحله جديده، مش تفضل في مكانك. تمام، فكده كده لازم هتخليك ابديتد بالسوق، وتشوف النكست ستيب بنروح لها ازاي. ليه؟ لان انت وش هتزهق، انت بتنمل، فاهمني؟ بتزهق من اللي انت انا بقالي هنا كتير. بنروح للستيب اللي بعدها ازاي؟ خليك ابديتد بالسوق. ليه؟ لو انت عايز تعمل بيزنس، لو انت بتتعلم حاجه، لو انت عايز تعرف الدنيا بتقول ايه اليومين دول، كل ده يعني هتفيدك في كل ده، مش بس هتفيدك لو انت عايز بيبقى عندك وظيفه. لا، بس في ناس بتعمل ايه؟ اقول لك في ناس بتعمل ايه، في ناس بتفتح محل وتقعد في المحل خلاص كده. ده لو ابديتد بالسوق عمره ما يعمل العمله دي. ليه؟ هيبقى شايف دايما ان هو يقدر يعمل احسن من ده، وهيبقى عارف ان انا لو ما عملتش احسن من ده هوصل في يوم من الايام، لان الدنيا بتبقى اصعب. هوصل في يوم من الايام ان حد يعمل المحل ده احسن مني وهياخد الزباين اللي عندي. مفيش بقى حته بقى اصل ده رزق وربنا بيبعت والكلام ده، لا، انت لو كسلي تستاهل اللي يحصل لك. طالما انت ما بتشتغلش مش هيجيلك، لما تشتغل وتجتهد اكتر ربنا هيبعت لك، ربنا هيكافئك. اصل معلش بالمنطق، اتنين في سباق، اتنين في سباق، واحد بيجري والتاني بيتدلع، مين اللي بيكسب؟ اللي بيجري.
اللي بيتدلع يكسب امتى؟ لو اللي بيجري ده خد طلقه في دماغه مثلا، وقع عليه حاجه من السما دغدغته، حد جه ربطه، تمام. انما في نفس الظروف اللي بيتعب اكتر هو اللي بيكسب، وفي اغلب الظروف اللي بيتعب اكتر هو اللي بيكسب. شوف في كام سباق، اتفرج على السباقات كده، اتفرج على اي سباق، تمام، اي حاجه في الرياضه، اللي بيتعب اكتر، اللي بيلعب احسن، هو اللي بيكسب. صح كده؟ بس خلاص، عندك مشكله مع الفريق، العب لعبه فرديه واكسب فيها، دايما في حل. ما بتعرفش تلعب اللعبه دي، العب لعبه تانية، دايما في حل. لو ما خمنتش ده لحد دلوقتي، فانت لازم تبقى شغال حاجه، لازم يبقى عندك اي شغلانه بتعملها، ان شاء الله لو ببلاش، انزل في اي مكان، ان شاء الله ما تاخدش جنيه، لازم تبقى بتعمل حاجه، بتشتغل حاجه. ليه؟ لازم تبقى بتشوف قدامك برودكت بيطلع انت اللي عامله، حتى لو بتعمله لنفسك، بتعمله وتشاركه مع اصحابك، لازم تبقى بتشوف برودكت بتعمله بيطلع قدامك. لازم ما تعديش يوم من غير ما تنتج حاجه، من غير ما تشتغل على انتاج حاجه، من غير ما تطور في حاجه. ممكن الحاجه دي تبقى انت، تمام، ممكن الحاجه دي تبقى انت. عشان كده دايما كنت بركز على نقطه الجيم. ليه الجيم مفيد؟ لانه اسرع حاجه بتشوف نتيجتها. تمام. الشغل ممكن تشوف نتيجته بس بعد 3 شهور من تعلم مثلا ومن تطوير، هتشوف نتيجته، فلوس مسكتها في ايدي. ممكن في بعض الاحيان تبقى مش قد كده، يبقى مش التطور اللي انا كان نفسي فيه، في تطور وكل حاجه، بس انا تعبت اكتر من ده. الجيم ميزته بتتمرن، بتشوف البامب وانت مروح خلاص، بتتبسط، بتحس ان انت في جديد في حياتك. لان بعض الايام بتبقى حالكه، تمام. لو انت ما فيش حاجه في اليوم ده تبسطك وتشدك لفوق، انت اليوم ده اتقفل. ولو اليوم ده اتقفل هتصحى بكره مش في المود، اليوم اللي بعده هيتقفل، اليوم اللي بعده هيتقفل، اليوم اللي بعده هيتقفل، وهكذا. نيجاتيف فيدباك لوب، وهتفضل فيها شويه لحد ما تقعد بقى نفتكر احنا طلعنا ازاي اول مره ومش عارف ايه، وطبعا نسيت الفيديو ده وتقعد تعيد من الصفر. فليه تعب القلب؟ تتعبني معاك عمال، فاهم؟ بس اخر حاجه، وهي ان انت تبص لقدام. مستقبلك مستقبلك عامل ازاي؟ هل عندك هدف يستاهل تعيش عشانه؟ لو ما عندكش هدف يستاهل تعيش عشانه، لازم يبقى عندك، مش عايز اقولك اقف ما تتحركش لحد ما تلاقي هدف، لان دي ممكن تبقى مهرب، يعني ممكن تبقى سكه تهرب لها. بس اللي ممكن اقوله لك ان انت لو ما عندكش هدف كبير عايز تحققه، ودي اللي نفعت معايا، ما اظنش ان انت حاليا او لو انت في نفسيتك مش كويسه، تقدر ان انت تقف وتقول مش هكمل غير لما اعرف انا رايح فين. لا، بتمشي في اي سكه قدامك، طالما السكه دي تعرف تمشي فيها بتمشي فيها، بتسيبها على الله، ربنا بيوجهك. بتشوف انت امكانياتك ايه، بتعرف تقول والله فعلا، طيب يبقى انا دي السكه بتاعتي، يبقى انا همشي في السكه دي، يبقى انا ربنا اختارني لده. تمام. ف اشتغل على اي حاجه، لو انت ما عندكش هدف كبير اشتغل على اي حاجه، بس لازم يبقى عندك هدف كبير. اسهل حاجه زي ما قلت لك من شويه، الدنيا فيها فريقين، تمام. الفريق الاحمر والفريق الاخضر، تمام، فريق طيب وفريق شرير، فريق ابيض وفريق اسود. انت مع انه فريق؟ ابسط حاجه، انت مع انه فريق؟ بعد ما تقرر الفريق، هتقدر ان انت تشوف طيب انا بعرف اعمل ايه اساعد بيه الفريق ده. الفريق ده اصلا محتاج ايه؟ طب ما انا ممكن اكون انا اعرف اعمل حاجه بيه اساعد بيها الفريق، بس هو مش محتاجها دلوقتي. يعني انا عندي مثلا، انا جامد في البرمجه بس في اجمد مني،
طيب انا ليه هركز على البرمجه؟ يعني مش ده مش اللي احنا محتاجينه دلوقتي. ممكن اكون انا اشطر في حته تانية. تمام. ممكن اكون انا اقدر اساعد بحاجه دلوقتي حالا. روح اعملها على طول. لو انت تقدر تساعد بحاجه دلوقتي حالا، روح اعملها على طول. لو قدامك حد محتاج وانت في جيبك 5 جنيه زياده، اديها له على طول دلوقتي. ما تقولش لا لما يبقى معايا 1000 جنيه، ال 5 جنيه هتساعده بايه؟ لا، دلوقتي حالا. دايما اتخيل وخلي في بالك صورة ليك في المستقبل. دايما اقعد وفكر وتخيل ايه اليوم المثالي بالنسبة لي. ايه اللي لما هعمله هحس ان انا فخور بنفسي، فخور بحياتي، حابب الحياة. ممكن يبقى ان انت تدخل الجنة. لو مش ان انت تدخل الجنة يبقى انت مش عارف ايه الجنة، يبقى انت مش متخيل الجنة فيها ايه. يبقى انت محتاج تريح حبة، محتاج تنام. بجد. ساعات بيبقى كل المشكلة ان انت محتاج تنام، محتاج تاكل. ساعات بيبقى المشكلة في الحاجات الأساسية في الحياة، زي ان انت تدخل الحمام مثلا. بجد 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 هتلاحظ الموضوع ده. انت ممكن عشان انت محتاج تدخل الحمام بس تحس ان انت عندك اكتئاب. ف بتقول ده ليه؟ ان انت تتخيل دايما وخلي في بالك صورة حاجة، فترة في حياتك انت محتاج توصل لها، او مش محتاج توصل لها، هتبقى اسعد لما توصل لها. هتحل مشاكل في حياتك عمرك ما كنت تتخيل انها تتحل. ممكن يبقى حلها صعب جدا، بس مجرد ما انت تقعد وتتخيل تقول انا دلوقتي بتخيل. انا دلوقتي بتخيل سهله. الاحلام مجانا، وانا حلمت اكون امير. فاهم؟ ويجز. بنا ملوك وبننفذ على كبير. المهم، الاحلام مجانا، يعني احلم. محدش هيجي ياخد منك فلوس، محدش هياخد منك ضريبه على الحلم اللي انت بتحلمه يعني جوه دماغك. دايما كنت بقول جمله: اذا كنت حبيس الجسد فلا تكن حبيس الروح. محدش يقدر يقيد لك روحك. عشان كده كنت بقولك stand out for yourself. ايا كان الاوتكم بتاع ده، stand out for yourself. ما تخليش حد يضغط عليك من بره، ما تخليش حد يقيدك، لان انت اقوى من ده. انت تستحق اكتر من ده. تستحق تبقى مبسوط، تستحق تبقى مرتاح. فاهم؟ بس مش عايز اكتر في الموضوع ده. ده بالنسبة للأحلام عامة. آخر حاجتين، أكتر حاجتين منطقيين بالنسبة لنقطة الفيوتشر، أكتر حاجتين هيساعدوك. دايما تخيل وخلي في ذهنك ده تاني صورتك بس كمان 3 سنين. لو واظبت على اللي انت بتعمله، لو واظبت على الروتين المثالي اللي انت شايف ان هو ده المثالي، شوف نفسك كمان 3 سنين. لو ما لقيتش نفسك في حتة صح يبقى انت محتاج تغير الروتين. لو لقيت نفسك في حتة جامدة يبقى انت لازم تواظب على الروتين ده. كمان 3 سنين كتير. اندرو تيت قال كلمة سمعت معايا جدا. بقولك لو انت بتحط بلان لأكتر من 3 شهور يبقى انت بتحلم بس. ليه؟ لأن الفاريبلز كتيرة جدا في خلال ال3 شهور. انت دلوقتي الحمد لله قاعد في بيت وحياتك كويسة ولاقي تاكل. مين قالك ان مش كمان مين قالك ان انت مش هيخش عليك دلوقتي، مش هيخش عليك دلوقتي وانا بصور واحد يقلبني وياخد كل اللي حيلتي. فكل ما الفترة طبعا بتزيد، كل ما المتغيرات دي بتزيد، وبتبقى متغيرات ساعات اقتصادية، بتبقى متغيرات اجتماعية، سياسية، نفسية. كل ما الفترة بتزيد بيبقى في متغيرات أكتر تقدر تتعرض لها أو ممكن تتعرض لها. فحاول دايما تقصر الفترة. فلو هقول لك تب أو نصيحة لده، إن أنت تتخيل نفسك كمان 3 شهور، أو تحط جول كمان 3 شهور أنت حابب توصل له، اشتغل عليه. أكبر مثال للنقطة دي هو فكرة
السمر ارك والوينتر ارك والكلام ده. دلوقتي احنا لسه داخلين على الصيف، صح كده؟ لسه ما دخلناش على الصيف. الصيف بيبدا وبسي. الصيف بيبدا امتى؟ بيبدا في 6، صح؟ يبدا 21/6. احنا دلوقتي دخلنا في 7، يعني احنا دلوقتي لسه بادئين الصيف. فانت لسه قدامك فرصه ان انت تدخل السمر ارك، وخد معاك شويه ايه من الخريف. يعني خدهم 3 شهور كده، حط لنفسك دلوقتي من دلوقتي 3 شهور. قرر انت هتعمل ايه في ال3 شهور دول. هل انت هتركز على سكيل معينه وهتفضل تتطور فيها؟ هل انت الحمد لله حياتك اتحسنت؟ يعني اتوقع ان انت في الفيديو ده في الاغلب مش تبقى دي الحال، بس هل انت حياتك اتحسنت؟ ممكن تكون انت محتاج تخرج اكتر، ممكن تبقى انت محتاج تنبسط اكتر، ممكن تبقى انت محتاج تنبسط بس. يعني في فترات انت فعلا بتبقى محتاج تريح بس، ودي مش حاجه وحشه. في ناس ممكن تقول لك ان دي حاجه وحشه، ما تريحش او ما تاخدش اجازه. ساعات لو ما عملتش ده تكره نفسك، تكره الحاجه اللي انت بتعملها، تحس ان الحياه ملهاش طعم، تحس ان الحياه ملهاش معنى. ساعات بتبقى انت محتاج تريح بس، تتبسط بس، تعمل حاجه انت بتحبها بس. والفتره دي مبتبقاش طويله، يعني تبقى اسبوع مثلا، فاهمني؟ وساعات تبقى بتعمل حاجات كبيره، بتسافر مثلا لبلد تانية. الاسبوع ده انت بتتنقل فيه، فاهم قصدي؟ يعني في يومين طايرين، في 3 ايام بتعرف انت في مين واسمك ايه وفين اصلا. بس دي مش الحلقه بالنسبه لنا يعني، او بالنسبه لي على الاقل. ف انا محتاج راحه بس. اسبوع، شهر بكتير قوي قوي قوي، هما اسبوع، من اسبوع ل3 اسابيع. فضي دماغك تماما وريح. هتلاقي نفسك رجعت الحته بتاعت ان انت الافكار بتجيلك، ان انت حابب اللي انت بتعمله. فهو المشكله ما كانتش فيه من الاول، المشكله كانت في ان انت ضغطت نفسك زياده. بس كفايه قوي كده. شايف ان كفايه قوي كده، مش محتاج افكرك. سيرفر الديسكورد في الديسكربشن. اتمنى تكون استفدت، اتمنى ده يكون سمع معاك زي ما سمع معايا لما سمعته من 3 سنين. تشاو.